السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم التاني معانا، والنهاردة معادنا مع درس بيتكلم عن التراث الثقافي في بلدنا. يعني ايه التراث الثقافي في بلدنا؟ احنا عارفين طبعا او هنعرف للي ما يعرفش ان في كل دولة او في كل بلد او لكل شعب بيبقى بيمتلك تراث، يعني بيمتلك ثقافة، يعني بيمتلك هوية، يعني ليه حاجة خاصة بيه هو بيتميز بيها عن باقي الدول وبيعتز بيها وبتميزه عن باقي الدول. الحاجة دي بنسميها التراث الثقافي، وهنشوف يعني ايه مع بعض التراث الثقافي. اولا، تعريف التراث الثقافي هو كل ما تركه لنا الاجداد. زي ما قلنا كل اللي تركوا لينا الاجداد، سواء من تراث معالم سياحية، سواء من فنون شعبية، سواء عادات وتقاليد او حرف ورثناها عنهم. كل دوت بيتعرف ان هو تراث ثقافي، يعني بيميز الدولة ديت عن غيرها. طيب، أمثلة التراث الثقافي إيه؟ هي أماكن تاريخية وأثرية، يعني زي الأهرامات، زي أبو الهول، زي المتاحف والمعابد والحاجات الأثرية دي كلها، دي تراث ثقافي بيميزنا عن باقي الدول. كمان الفنون الشعبية، يعني زي فنون القتال والتحطيب والحاجات دي كلها برضو بتميزنا عن باقي الشعوب، وهي تعتبر من التراث الثقافي اللي بيميز بلدنا. كمان صناعات الحرف اليدوية، زي ما احنا بنشوف كده، صناعة الزجاج، صناعة الأواني الفخارية، الحاجات دي كلها بتعتبر من الصناعات الحرفية اللي بتميزنا عن غيرنا. كمان عندنا القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية اللي بتتميز بيها كل محافظة كمان عن الأخرى في داخل البلد بتاعتنا. يعني داخل مصر هنلاقي كل محافظة وليها عادات وتقاليد، وليها لهجتها، وليها أسلوبها في التعامل، وليها طبعا الحرف الخاصة بيها والفنون الشعبية اللي بتبقى برضو مختصة بيها. وهنشوف مع بعض كم بلد وايه هي العادات والتقاليد بتاعتهم وايه هو التراث اللي موجود عندهم. اول حاجة عندنا هنا واحد سيوة دي طبعا في محافظة مطروح، ودي كانت من اشهر المناسبات عندها عيد اسمه عيد السياحة. عيد السياحة ده من اشهر المناسبات اللي بتبقى موجودة فيها. لما بص كمان عندها اعياد، عندها عيد حصاد التمور وعيد الزيتون، وكمان دول الاعياد دي بتعد من المورد الاساسي او الاقتصادي للواحة، يعني بتقوم عليهم اقتصاد الواحة. احنا عارفين طبعا ان محافظة مطروح من المحافظات الصحراوية او من المحافظات اللي هي ما فيهاش زراعة كتير، يعني فيها حاجات بسيطة، وبتعتمد طبعا على النخيل والتمور والزيتون، فدولت هم المورد الأساسي للاقتصاد هناك. كمان التاريخ بتاع المناسبات بتاعتهم بيبقى في منتصف شهر أكتوبر من كل عام، يعني منتصف شهر أكتوبر ده الاحتفال بعيد السياحة هناك. طب أهميته إيه الاحتفال ده؟ أهميته إن هو بيجذب الاحتفال عدد من السياح للاستمتاع به، يعني بيستمتعوا السياح بالمناظر اللي بتبقى هناك وبالتراث بتاع البلد، وبيطلقوا عليه عيد السياحة. طيب، السكان هناك تراثهم بيرتبط بالبيئة طبعا، علشان هم عايشين في بيئة زي ما قلت صحراوية أو من البيئات اللي على الحدود. وكمان بيرتدي السكان هناك الأغاني، بيرددون الأغاني التراثية في العيد بتاعهم، وبيقيموا موائد الطعام لكل السكان، وبيرتدي السكان الملابس المحلية، يعني زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي الملابس المحلية بتاعتهم بيرتدوها برضو أثناء العيد أو أثناء الاحتفال بعيد السياحة. طيب، اللهجة بتاعتهم ايه؟ اللهجة بتاعتهم هي خاصة أو مشتقة من اللهجة الأمازيغية اللي بتبقى في بلاد المغرب العربي، يعني هي مش لغة عربية، هي زي اللغة الأمازيغية كده. طيب، لازم نحفظ طبعا ان لكل بلد اللغة بتاعتها ايه، وايه هي العيد بتاعها او الاحتفال بتاعها، وبيلبسوا ايه او بيغنوا ايه. تاني حاجة معايا النوبة من محافظات أسوان. بتعتبر التراث الثقافي النوبي جزء طبعا من الحضارة المصرية،
وهو جزء مهم جدا. طب اشهر الاعياد ايه عند او اشهر المناسبات ايه في النوبة؟ هو اليوم العالمي للنوبة، ديت اشهر المناسبات اللي بيحتفلوا بيها هناك. طيب لما بص للسكان هنا بيحتفلوا باليوم دوت لإيه؟ لإحياء التراث والحضارة النوبية، علشان يحيوا أو يرجعوا تاني التراث بتاع النوبة والحضارة النوبية. طيب بتحتفل امتى؟ بتحتفل يوم 7 يوليو من كل عام. بتحتفل بلدة النوبة في محافظة أسوان ب7 يوليو من كل عام، يعني يوم 7 في شهر 7 من كل سنة بتحتفل بأن هي بتحيي التراث والحضارة النوبية، وسكانها بتقام الاحتفالات والمهرجانات هناك، يعني بيقيموا احتفالات برضو وبيرتدوا الملابس المحلية الخاصة بيهم، وبيرددوا طبعا الأغاني النوبية زي ما احنا شايفين. ده اللبس بتاعهم المحلي الخاص بيهم، ودوت بيلبسوه أثناء الاحتفال، وبيرددوا طبعا الأغاني النوبية بتاعتهم. طيب اللغة بتاعتهم ايه؟ قلنا اللغة النوبية، بيتحدثوا باللغة النوبية اللي كمان السكان بتاعها بيحافظوا عليها، وبيحاولوا ان هم يتنقلوها عبر الأجيال، هي بيحاولوا يعلموها للأجيال كمان القادمة. وطبعا هي دي أقرب لغة للغة المصريين، يعني هما بيتكلموا زينا بس بتلاقي ايه اللهجة مختلفة شوية، لكن بنفهمها وبنقدر ان احنا نترجم الكلام اللي هما بيقولوه. اهميتها ايه اللغة ديت؟ هي لعبت دور مهم جدا في انتصار ايه الجيش المصري في حرب اكتوبر، يعني كانوا بيستخدموها كشفرة علشان اسرائيل ما تفهمش لغة التواصل ايه بتاعتهم، او ما يفهموش هما بيتكلموا عن ايه، حيث استخدمها زي ما قلنا هوت الجيش المصري للتواصل بين قياداته والفرق العسكرية في سيناء. طيب بالنسبة للمتاحف عندهم متحف اسمه متحف النوبة، وده أنشأته منظمة اليونسكو في أسوان سنة 1997، وده كانت بتعرض فيه التاريخ والحضارة النوبية العريقة. يعني المتاحف اللي عندهم هو متحف النوبة، ومين اللي أنشأته؟ هي منظمة اليونسكو، وطبعا دوت في أسوان، أنشأته سنة 1997. طيب أنشأته بغرض إيه؟ طبعا بغرض عرض التاريخ والحضارة النوبية العريقة، علشان تفضل موجودة ويتعرف عليها الأجيال ويتعرف عليها السياح ويتعرفوا عليها من كل البلاد. معانا كمان مدن القناة. مدن القناة طبعا زي ما احنا عارفين السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ال3 مدن دولت من مدن القناة. طيب أشهر المناسبات عندهم إيه؟ في الإسماعيلية في مهرجان اسمه مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وده طبعا احنا عارفين الفنون الشعبية ديت جميلة جدا زي ما بنشوفها، ديت آلة من آلاتهم، واللبس بتاعهم بيبقى زي كده. بيحتفلوا بيعتبر المهرجان دوت بتاع الفنون الشعبية، طبعا ده جزء من التراث بتاعهم، وبتتنوع فيه الاحتفالات والأزياء المصرية المختلفة، يعني بيلبسوا فيه زي ما احنا شفنا هنا كده زي بتوع الاسكندراني، بيلبسوا فيه الحاجات ديت وبيعملوا احتفالات خاصة بيهم. طيب بيشتهر السكان دولت او سكان مدن القناة دول باستخدام ايه؟ آلة اسمها آلة السمسمية، اللي هي زي ديت كده زي ما احنا شايفينها هنا كلها ديت الأحبال اللي هي بتصدر منها أصوات، اسمها آلة السمسمية. طب بيشتهر السكان في المدن ديت بإيه؟ برقصة اسمها رقصة البمبوطية الفلكلورية الشعبية. رقصة البمبوطية الفلكلورية الشعبية ديت الرقصة المميزة بتاعتهم، واللي بيشتهروا بيها مدن القناة. يبقى كده عرفنا مدن القناة اللي هم المدن ديت، وليهم مناسبة اللي هي اسمها مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بيحتفلوا بيها طبعا، وهي بتتنوع فيها من أزياء مصرية مختلفة، يعني بيلبسوا أزياء مصرية مختلفة. طيب الفنون الشعبية عندهم ايه؟ بيستخدموا آلة السمسمية في العزف عليها، وكمان بيشتهروا برقصة البمبوطية الفلكلورية الشعبية. طيب لما بص بقى المحافظات الوجه القبلي، هل هم عندهم هم كمان؟ طبعا عندهم الوجه القبلي عنده فنون شعبية هو كمان، وهو عندهم السيرة الهلالية ومتحف السيرة الهلالية. متحف السيرة الهلالية دوت أنشأته الدولة في محافظة قنا سنة 2015 علشان تحافظ طبعا على الفنون الشعبية دي.
السيرة الهلالية هي بيشتهر بها سكان الصعيد بإنشاء السيرة الهلالية على لسان الراوي وهو يعزف الربابة. يعني الراوي دوت بيقعد يعزف على الربابة ديت ويقعد يحكي بقى سيرة أو يحكي عن شخصيات أو يحكي عن حكاوي أو حكاية فيها عظة، حكاية فيها عبرة مفيدة، وهكذا. دي بتبقى اسمها السيرة الهلالية. ومتحف السيرة دوت أنشأته الدولة في محافظة قنا 2015 وعشان تحافظ على التراث الثقافي. طيب كمان بيجي عندي فن اسمه فن التحطيب. ايه هو فن التحطيب دوت؟ هو طبعا نموذج من الأمثلة بتاعة الفنون الشعبية، وبيعتبر أحد وسائل الترفيه في الصعيد. يعني بيرفعوا عن نفسهم من خلال التحطيب، بيقفوا قصاد بعض وكل واحد معاه عصاية وبيقفوا يحطبوا قصاد بعض، يعني يضربوا زي ما يكونوا بيضربوا بعض بالعصاية، واللي بيكسب الآخر هو اللي بيبقى هو الكسبان، أو اللي بيطير منه العصاية بيبقى كده هو خسر، وهكذا. أكيد بنشوفها طبعا في المسلسلات بتاعة الصعيد والحاجات دي مشهورة جدا عندهم. التحطيب بقى عند المصريين القدماء ده بيرجع إلى إيه؟ بيرجع إلى يوجد على حائط معبد الكرنك. يعني الحائط بتاع معبد الكرنك في الأقصر موجود فيه لوحة بتمثل إن الإله حورس وهو بيعلم الملك أمنحتب الثالث التحطيب. يعني هم خدوه من الفراعنة، كانوا بيستخدموا التحطيب، والإله حورس بيعلم الملك التحطيب، فأدركوا وقتها إن هو دوت زي مثلا توارثوه من الأجيال القديمة وحاولوا إن هم يستخدموه حاليا. التحطيب دوت أدرجته اليونسكو على قائمة التراث العالمي سنة 2016 إن هو من ضمن الفنون التراثية العريقة، ودي طبعا مهمة جدا. يعني أدرجته اليونسكو فن التحطيب من قائمة التراث العالمي كأحد الفنون التراثية العريقة سنة 2016، يعني دخل من ضمن التراث العالمي كأحد الفنون. معايا هنا بقى شبه جزيرة سيناء. طبعا شبه جزيرة سيناء برضو ليهم عادات وتقاليد خاصة بيهم، وبيرتبط أهل سيناء بالعادات والتقاليد ديت، وطبعا من أهمها هي الاحتفال بالزواج والأعياد والمواليد والاحتفال بعودة المسافر. يعني بيحتفلوا بالزواج وبيحتفلوا بالأعياد، طبعا الأعياد الرسمية، بيحتفلوا بالمواليد يعني المولود الجديد بيعملوا له احتفال، كمان بيعملوا احتفال بعودة المسافر يعني اللي بيبقى مسافر وراجع بيعملوا له احتفال. كمان السكان فيها بيحرص على ارتداء الزي التقليدي، وبيقيموا مناسبات اسمها حفلات السامر، حيث بيعملوا فيها رقص وغناء وبيبقوا يعني سمر، قعدة سمر مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الزي بتاعه اهوت بتاع شبه جزيرة سيناء اهوت. ومن طبعا قيمهم ان هم بيعملوا اكرام للضيف جدا، وزي ما قلنا عندهم تقاليد للاحتفال بالزواج والمواليد والاحتفال بعودة المسافر. طيب اللهجة بتاعتهم كانت ايه؟ يعني بيتكلموا بلهجة ايه؟ بيتكلموا اللغة العربية الفصحى، يعني حتى مش باللغة اللي زي ما احنا بنتكلم بيها، احنا بنتكلم يعتبر باللغة العامية، لكن هما بيتكلموا بالعربية الفصحى. طيب اشهر المناسبات عندهم ايه؟ اشهر المناسبات عندهم حاجة اسمها سباقات الهجن. سباقات الهجن ديت هي سباقات خاصة بالإبل يعني الجمال، وهي رياضة تراثية شهيرة، وأهميتها إن هي بتنشط السياحة جدا، حيث بيحضرها العديد من الوفود العربية اللي بتشارك في السباق ده. زي ما احنا شايفين كده سباقات الهجن اهيت، زي ما احنا شايفين في الصورة ادي الجمال، يعني في سباق بين الجمال، وفي كمان دول بتعمل سباق الهجن دوت بس مش ما بيبقاش راكبها حد، يعني بتبقى الجمال هي بس اللي ماشية، هي اللي بتعمل سباق مع نفسها بس بدون ما حد يبقى راكب عليها. زي ما احنا شايفين هنا ديت سباقات الهجن. طيب اهميتها ايه؟ ان هي طبعا بتنشط السياحة وبيحضرها العديد من الوفود عشان يشاركوا فيها. هيجي عندي بعد كده دور التراث في دعم الاقتصاد. يعني ايه؟ يعني دور التراث دوت في دعم الاقتصاد. يعني احنا اتكلمنا عن كذا بلد من مصر، وايه هي كل تراث بلد، وايه هو
الحاجات المهمة اللي عندهم، والسكان بيرتدوا ايه، والاحتفالات ايه هي. طيب ايه فايدة كل الكلام دوت؟ طبعا فايدته كبيرة جدا على الاقتصاد المصري. اول حاجة عندي بينشط السياحة وبيوفر فرص عمل للشباب وبيزود الدخل القومي. يعني ايه؟ يعني هينشط السياحة عن طريق طبعا زي ما قلنا سباقات الهجن ديت بتجيب العديد من الدول العربية بتشارك فيها، يبقى كده انا هنشط عندي السياحة وهدخل دخل قومي. كمان بتوفر عندي فرص عمل للشباب علشان إقامة الحفلات ديت بتحتاج لفنادق ومطاعم، والناس اللي بيشتغلوا في المطارات والناس اللي بيشتغلوا في توصيل الوفود ديت بيحتاج طبعا أشخاص علشان تقوم بالمهن دي، وكده هبقى أنا وفرت فرص عمل للشباب. طب بيتم ازاي؟ بيتم ان هم بينشئوا المهرجانات والمعارض ديت، محتاجين اشخاص ان هم يعرضوا منتجاتهم ويعرضوا الفنون اللي هم مشهورين بيها، وبالتالي ده بيبقى شغل ليهم. كمان إقامة العديد من المتاحف دي بتجذب السياح، يعني لما بعمل متاحف أو معارض علشان أعرض فيها التراث بتاعنا دوت بيجذب السياح علشان هم يشوفوا ايه التراث بتاع بلدنا ويتعرفوا عليه، زي ما احنا برضو بنبقى حابين نتعرف على تراث الدول الأخرى. زي ما احنا شايفين هنا معرض تراثنا دوت بيقام في مصر، ودوت بيبقى فيه بعض الحرف اليدوية وبعض الحرف اللي هي زي الأشغال اليدوية والحاجات اللي بتتعمل يدوي. وكمان بيعرض ملابس وبيعرض أشكال كتيرة جدا من التراث بتاعنا. طيب تقاليد المصريين بقى في الاحتفالات قديما ايه هي تقاليد المصريين في الاحتفالات قديما؟ يعني كانوا بيعملوا ايه؟ طبعا احنا عارفين في احتفال بشم النسيم، وده طبعا من اشهر الاحتفالات، واحتفال راس السنة برضو من أشهر الاحتفالات. ارتبطت طبعا الأعياد ديت عند المصريين القدماء بمواسم زي الزراعة قديما، زي ما قلنا عيد الحصاد والفيضان والحاجات دي، واحتفلوا طبعا بالأعياد ديت وسجلوها على جدران المعابد. وكانت من أشهر الأعياد عندهم كان الاحتفال بشم النسيم اللي هو مازال احنا بنحتفل بيه حاليا. الاحتفال بعيد شم النسيم دوت من مظاهره أو أشهر الأكلات فيه هي الأسماك المملحة. يعني السمك اللي هو زي السردين والملوحة والحاجات اللي فيها أملاح كلها ديت اللي احنا بناكلها كلنا في شم النسيم، ديت من أهم مظاهر الاحتفال بيه. كمان البيض الملون اللي احنا بنسلقه وبنقعد نلون فيه بألوان الطيف، وبنلون فيه بألوان جميلة جدا وزاهية بنحبها كلنا، ديت من مظاهر برضو الاحتفال بشم النسيم. والبصل طبعا ده طبعا حاجة مهمة جدا مع الأكلات المملحة. كمان بيجي عندنا عيد راس السنة، وهو طبعا عيد رسمي للدولة كلنا بنحتفل بيه، ومازال حتى يقام الآن احتفالات بيه. كان بيحتفل بيه الأول يوم 1 توت، يعني أول شهور السنة المصرية القديمة، يعني كانوا بيحتفلوا بيه أول يوم في السنة الجديدة. تستمر طبعا الاحتفالات بيه لعدة أيام، يعني بيقعدوا يحتفلوا بيه كذا يوم. أول يوم بيذهبوا إلى معابد الآلهة، يعني أول يوم بيروحوا للمعابد بتاعة الآلهة الموجودة عندهم، وكانوا بيأخذوا معاهم كمان خبز وكعك وفطائر، يعني الحاجات الحلوة اللي هم بيبقوا عاملينها. باقي الأيام بيعملوا إيه؟ باقي الأيام بيذهبوا بقى إلى المنتزهات وبياكلوا بقى الحاجات ديت، وبياكلوا بقى اللي هم عايزينه، وبيتفسحوا وبيخرجوا وبيشموا هوا نقي. طيب من اشهر المأكولات كانت ايه؟ البط والاوز والاسماك. يعني اشهر المأكولات في الاحتفال براس السنة كانوا بياكلوا بط او وز او اسماك، يعني الثلاث اكلات دولت من اشهر الاكلات وقتها اللي هم بياكلوها في اعياد راس السنة. وبكده نبقى خلصنا درسنا النهاردة، هو طويل شوية لكن كله عادات وتقاليد، وطبعا الحاجات دي بتبقى مهمة جدا في الامتحانات. اكيد بيجي سؤال منهم بيسأل عن عادات وتقاليد بلد معينة او اهمية التراث في دعم الاقتصاد الوطني. بيتكلم عن الاحتفالات عند المصريين القدماء، كان اهم الاحتفالات عندهم ايه واشهر المأكولات. الحاجات دي لازم يا ولاد نحفظها كويس جدا، ولازم نحفظ تراث كل بلد وايه اللغة بتاعتهم والزي بتاعهم، لان دوت بيجي في الامتحانات. فطبعا احنا عارفين داخلين على امتحانات الشهر قريب، لازم نكون طبعا مستعدين كلنا، وانتظروا طبعا هحل معاكم اسئلة كتير قبل الامتحان ان شاء الله.
يا ريت اللي ما يعملش لايك واشتراك في القناة يروح حالا يعمل. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.